ريزو بدون دجاج ولا لحم. حزروا شنو؟ تعالوا خلينا نشوف شنو. وهنا الريزو مالنا بالقرنابيط، بس شنو يجنن طعمه كلش طيب. هنا أنا خليت ملح، وخليت كركم وبابريكا وفلفل أسود وبهار مشكل. من كل شي خلينا ملعقة شاي أو أقل من ملعقة الشاي، ونخلي ملعقتين كبار من الكاتشب، وبعدين بالأخير رجعت ضفت الملعقة الثالثة وعصرة من الليمون ما تقارب يعني ملعقتين ليمون، وخلطن كل زين واتركن يتبلن أقل شي. هنا ضفت نص مكعب ماجي، لأن أنا ما ضفت بيه ثوم، بس شنو هذا المكعب، وإذا عندكم ثوم باودر خلوه. تركته يتبل نص ساعة، أقل شي نص ساعة. هنا أنا عندي 3 ملاعق كبار من الكاتشب، ونص ملعقة مايونيز، ونص ملعقة عسل، ورشة بابريكا، ورشة فلفل أسود، وعصرة من الليمون، وراح أخلطه كل زين واترك هاي الصلصة نحتاجها بعدين للتمن. هنا بعد ما تبل عندي القرنابيط، خلطت 3 ملاعق كبار من الطحين، وخليت عنهن شوية مي، وصار عندي مثل خليط الكيك، ونزلته على القرنابيط. هسه تقولوا لي ماكو طعم للقرنابيط، كأنه دجاج وأطيب من الدجاج. جربوه بنات كلش طيب. هنا خليت كوب من الطحين، وراح أخلي عليه ملح وفلفل وكركم وبابريكا، ونفس هاي البهارات ضفناهن على القرنابيط، ضفناهن على الطحين، وسويتهن بيهن تمن هماتين نفس البهارات سويت بيهن التمن الريزو. وأكيد هنا بعد ما تتبل عندي راح مثل ما نقول لكم يعني كلياته نخليه بالطحين أو اللوثة بالطحين، مثل ما نتبل الريزو أو التنتاكي. وهنا عندي زيت حامي وعلى نار هادئة جدا حتى يقرمش عندي، لين عند ما يصير اللون الكريسمي أو اللون الذهبي. يعني ايش قد أقول لكم، ايش قد ما تتركونه على نار هادية ايش قد ما حيصير وياكم مقرمش وكلش طيب. طبعا جربوه، ولا أكو طعم للقرنابيط، يجنن يجنن يجنن. ايش قد ما أكل لكم القرنابيط طيب. طبعا أنا جربت هاي شي قليل، وثاني يوم سويت لهم كيلو كامل مال قرنابيط من كثر ما هو طيب. وأكيد هاي الصلصة اللي سويتها وياكم راح نخليها على الوجه. سمحت وقرمشت القرنابيط. إذا عجبتكم لا تنسوني بالأكس بلور والمشاركة ومتابعة الصفحة، ومع السلامة.